السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكلتنا النهاردة يا جماعة أكلة حلوة هتعجبكم. النهاردة عندنا فراخ كده. تمام، غسلتها بس كويس، ليمون، طحينة، دقيق، مية رز. حطيت عندي، لو تفتكروا كنت أنا منزلة فيديو كده عن الزيت اللي هو كنت عاملة بيه كنتاكي. تمام، خدت منه، صفيت منه شوية صغيرين، خليت الأول الطاسة تسخن جدا أو الصينية وتحط فيه شوية منه. تمام يا جماعة، مش نسخن الزيت، نسخن الحاجة بتاعتنا، عشان برضو الزيت اللي كان معانا ده قبل كده. خدت منه الفراخ بتاعتي بدأت تتحمر شوية، قمت حاطة حبيتين من الفلفل، من الحبهان، واتنين لورا، بس بخليهم اخد منهم الطعم بتاعهم او الريحة بتاعتهم. تمام، لو تلاحظوا هتلاقيني رفعت اللورة بعد شوية فوق الفراخ عشان ما تتحرقش. هبدأ اشيل اللورة بقى، وابدأ اشيل الحبهان، بحيث ايه، انا خدت الطعم بتاعهم بس ما يبقاش يجي في بقنا بقى في الاكل. تمام، احمر الفراخ دي تحميره كويسه جدا. انا ما حطيتش عليها طماطم ولا بهارات ولا صلصه ولا اي حاجه خالص، طماطم، فراخ مغسوله بس وخلاص. تمام، ما تستكتروش المادة الدهنية يا جماعة. ابدا اعصر عندي عصرة ليمونة كده، هتعمل معاكي يعني بخار شديد، بس مش مشكلة عشان خاطر برضو الطعم بتاعي يبقى حلو. عندي بقى كده حبيتين طماطم، جزرية صغيرة، قرنين فلفل صغيرين، قرن سبايسي كده، بصلتين. قطعي الحاجات دي بسط. ممكن تستغني عن اي نوع خضار ما بتحبوش، وممكن تحط، عايزه بصل بس ماشي، عايزه فلفل الوان تمام، عايز طماطم ماشي، مش عايزه الجزر خالص تمام. بس كل الحاجات دي بتدي طعم ومنكهات جميل. طبعا هضيف معايا بطاطس بعد شويه، ممكن ما تضيفيش البطاطس وتضيفي مكانه بسله، ممكن تضيفي مكانها فاصوليا مسلوقه، لوبيا مسلوقه، ممكن تضيفي كوسه. اي حاجه انت عايزه تضيفيها من نوع خضار انت بتحبيه ضيفيه، بس انا ولادي دايما بيحبوا البطاطس عن اكتر نوع خضار. فبدات عندي الفراخ تاخد التشويحه الحلوه مع الخضار، بس ما بضيفش الخضار ده نهائي الا لما الفراخ تكون خدت تحميره حلوه كانك محمراها عشان تقدميها للاكل. تمام، دي بتشبه الفراخ المشويه بالظبط. بدأ عندي بقى كل الخضار بتاعي نزلت اهو. البطاطس بقى بص غسلتها، قشرت عندي حبتين من البطاطس كبار كده، وعندي غسلتهم كويس. وانزل بقى اعملها من المكعبات بتاعتي، ما تكونش مكعبات رفيعه، تكون مكعبات تخينه شويه بحيث تحمل التسويه. بس انا عندي الفراخ خدت يعني نص التسويه بتاعتها بالظبط في تحميرها، يعني تاخد مده كبيره في التحمير. سيبكم من التصوير بقى عشان ما اطولش عليكم، ما بسيبوش كتير. انما عندي لو انا هديكي مده التسويه بتاخد 10 دقائق تحمير اقل حاجه. وهتكمل عندي كمان تلت ساعه في الطبخ ده، يعني تمام، في طريقه الطهي دي. مش هتاخد معاكي بالظبط نص ساعه، يعني الاكله بتاعتي دي كلها والله العظيم يا جماعه بما يرضي الله كده نص ساعه، او يعني مثلا ايه، ساعه الا ربع. تمام، هيكون الاكل بتاعك جاهز وكل حاجه جاهزه. كل ده يا جماعه لسه ما وطيتش النار، كل ده على نار عاليه. هبدا بقى احط بهارات بتاعه الملح بتاعتي، طبعا بحط الملح حسب كميه الفراخ او حسب ما انا بحب الاكل بتاعي دلع او حادق. ابدا اضيف عندي بهارات. تمام، شويه فلفل اسمر كده الاول، ملح وفلفل اسمر اهو، رشه صغيره كده من السبع بهارات، يعني كاد تكون ربع معلقه، كتريش منها قوي برضو. عندي كده رشه كزبره، ممكن ما عندكيش سبع بهارات شيليها خالص، ما تضيفهاش عادي، هي اصلا الاكله بتاعتي مبهره نفسها بنفسها بالخضار. عندي رشه كمون، رشه عندي بقى احطها من البابريكا. تمام اهي، حتى وريتها لكم برضو معايا، رشه من البابريكا. طيب، انا ما حطيتش شطه، وممكن تحط شطه لو انت عايز، عشان حاطه سبايسي والقرن ده كان حامي شويه. خلاص، عندي بقى اقلب بس كده ايه الخضار بالفراخ بتاعتي بالتشويحه حلوه كده بالبهارات. تمام، مجرد بقى عندي ما البخار تمشي، البخار يمشي كده جوه الصينيه بتاعتي او الطاسه بتاعتي او الحله بتاعتي اللي انت بتستخدميه، ابدا عندي اغطيها باي غطا كده. يعني النار بتاعتي بص، انا اهو وريتلكش، ما تقوليش انا سبت النار عاليه، لا، النار بتاعتي بقى تبقى ضعيفه جدا، كأنها زي كأنك هترددي الرز كده. تفضل معايا بقى النص ساعة بتاعتها والتلت ساعة بتاعتها بتستوي، لأن طبعا القطعة دي من الصدور بتستوي، بتاخدش وقت عندي على طول. عندي برضو نفس الزيت، شوية زيت صغيرة معلقتين، الحلة سخنت جامد، نزلت عندي بشوية زيت صغيرين من اللي كنت عاملة لك كنتاكي، عايزة طعم الرز الشعرية ده فظيع. شوية شعرية كده عندي، طبعا لو انت تعملي كوبايتين رز بتحط لهم تلات ارباع كوباية شعرية، او كمية الشعرية كترها او قلتها بترجع لك انت. انا بحب الشعرية تكون وسط كده في الرز، ما تكونش كتير زيادة عن اللزوم يعني. غسله الرز بتاعي اهم حاجه قبل ما تبداي تحمري الشعريه، تكوني غاسله كميه الرز بتاعتك ومصفياها، مجهزه الميه بتاعتك او الشوربه بتاعتك او المرقه، بس انا بحب اطبخه بميه يا جماعه، ما بحبش بشوربه صراحه. بعد ما حمرت عندي الشعريه، بصي هدي النار خالص او اطفيها. لما تنزلي بالرز وتقلبي الشعريه، بالنسبه للجماعه اللي هم المغتربين او البنات الصغيرين المتجوزين جداد، ما تضيفيش يا جماعه الرز على الشعريه وهي سخنه على النار والنار عاليه، لان ممكن ايه تعورك. فانا بقول اطفي النار يا جماعه، او هدوا النار خالص، او اشتري الحله بعيد خالص عن النار لما تقلبي الرز في الشعريه كويس. تمام، قلبي بقى كويس عندي، وابداي انزلي بالملح بتاعك، يعني خدي تشويحه كده للرز مع الشعريه برضو على النار. لاحظي بقى انا عليت النار تاني اهو.
باخد تشويحه كويس للرز مع الشعريه كده، وابدا اضيف عندي الملح بتاعي. انا بحب معيار ملح كده انا عارفاه، يعني كل واحد فينا عارف ملح والرز بتاعه بياخد قد ايه ونوع الرز بتاعه. محدش يقول لك الرز ده بياخد ميه كام بالظبط، لا مفيش كلام من الكلام ده، لان انواع الرز كتيره، في رز رفيع، رز عريض، في كتير. فانت عارفه رزك بتطبخي اول مره تعرفي معيار. دي عندي ميه من الحنفيه عادي خالص، مش سخنه ولا اي حاجه. تمام. طيب عندي قلبت الرز بقى تقليبه حلوه كده في الميه والملح بتاعته وكل حاجته، بقى النار تبقى عاليه لحد ما يتشرب الميه خالص، ابدا اهدي النار عليه. ياخد يا جماعه كده من 5 دقايق ل 12 دقيقه او ل 10 دقايق ترديد تبع الرزايه بتاعتي. تمام. عشان يكمل النضج بتاعه او السوا بتاعته. انا عليت النار، غطيت عليه بقى اهو. وبرده كون متابعه البطاطس بتاعتي بالفراخ بالخضار، حاجه بسيطه خالص. قلت لك نوع الخضار اللي انت بتحطيه بمزاج، بس ما تحطيش فاصوليا بقى من اللي هي الناشفه او لوبيا من غير سلق، لا اسلقها كويس واحطها يعني في الاواخر شويه اما احس ان الفراخ دخلت على السوا كده. تمام. الصينيه بتاعتي كانها طاجن، مش محتاجه تخش الفرن، ان عاتيه الفراخ لون كامل متكامل في التحمير، مش محتاجه انها تخش الفرن. تمام. معايا بقى كده طبق سلطه، تعملي جنبها طبق سلطه، تعملي جنبها شويه طحينه، تشوي جنبها بتنجان، وتعملي سلطه بابا غنوج اللي انت عايزاه. اي المقبلات دي بترجع لك انت بقى. تمام. انما انا كده لو انت عامله عزومه اعملي جنبها سمبوسه 70 كفته، اعملي جنبها صينيه جلاش، صينيه رقاق، وشكرا على كده. عندي الرز جاهز، عندي الفراخ جاهزه، عندي ده مخلي اللفت، عندي السلطه دي بقى يا جماعه وهم زي السوريين. بنجر وجزر تبشريهم الاتنين، وتعملي كده جرجير برضه تقطعيه، وتقطعي طماطم، ما تكتريش طماطم قوي، وتقطعي خيار، وتقطعي فلفل، وتحطي عليهم بس ايه، يعني رشه واحده كده من الكزبره وشويه ملح، طعمها روعه. تمام. أكلة كاملة متكاملة كلها جميلة 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 وسريعة جدا، ما خدتش منه وقت. تعمليها كده في أي عزومة، شوية سمبوسة معاها كده بس وكفتة، وصينية جلاش، مع ألف سلامة. أشوفكم في وصفات تانية جديدة.